انتقدت الصحافة الإسبانية قرارات إدارة نادي ريال مدريد ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي بسبب تهميش اللاعب المغربي إبراهيم دياز رغم حاجة الفريق إليه، الأمر الذي جعل اللاعب المغربي يفكر في الخروج من الريال والانتقال إلى الدوري الإنجليزي بعد تلقي عرض من أستون فيلا في الميركاتو الشتوي القادم. ومنذ عودة إبراهيم دياز إلى ريال مدريد قادما من ميلان لم يحظى باهتمام كبير من المدرب الإيطالي، حيث شارك في بضع دقائق واستطاع خلالها أن يسجل هدفا واحدا. وانتقد الصحفي الإسباني الشهير راول فاريلا قرارات إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي في مقال نشره بصحيفة ماركا بعنوان لماذا تعاقدتم مع إبراهيم دياز. وقال فاريلا إن المدرب يواصل عناده بتهميش دياز رغم حاجة الفريق إليه، خاصة في ظل تراجع أداء فينيسيوس ورودريغو في المباراة الأخيرة وغياب التوفيق عن المهاجم خوسيلو. وأضاف أن دياز قدم تضحية في سبيل اللعب لريال مدريد، حيث راهن بمستقبله مع السيتي لتحقيق حلمه باللعب مع الريال. كما لم يتردد عندما عبرت إدارة الريال عن رغبتها في استعادة دياز رغم اهتمام ميلان بالتعاقد معه بشكل نهائي. وذكر فاريلا أن إبراهيم دياز بات قريبا من الانضمام إلى المنتخب المغربي بعد أن أبدى الرغبة في حمل قميص منتخب الأسود.